ازيكم يا اصدقائي؟ بما اننا اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نصور صور 4 في 6 في البيت، فالنهارده جايين نعمل على الصور اللي احنا صورناها المره اللي فاتت ريتاتش. يلا بينا على البرنامج. نيجي للصوره اللي صورناها سوا الفيديو اللي فات، وطبعا بعد ما شلنا الخلفيه وعملناها خلفيه بيضه وظبطناها بقى لنا بس المرحله بتاعه الريتاتش. اول خطوه هنعملها ان احنا هناخد اللاير بتاعنا وهندبلره، بعد كده نخفي اللاير اللي فوق ونشتغل على اللاير الاولاني، وهنروح على قائمه فلتر، بعدها هنختار منها بلور وهنختار جاشن بلور، وهنا هنختار النسبة بتاعتنا اللي تنعم وما تخفيش الملامح، يعني تدينا سكن ناعمة بس الملامح بتاعنا هي. انا شايف ان دي نسبة كويسة. وبعدها هنرجع لقائمة فلتر تاني، وهنرجع لقائمة بلور تاني، وهنختار اخر واحدة، وهنا هنعدل في الراديو وفي الثريشولد، وبرضه هنختار اللي يناسبنا وما يضيعش التفاصيل بتاعتنا. صغر شوية كده عشان نشوف التفاصيل. انا شايف ان هي كده تمام، هندوس اوكي، وهنيجي على اللاير اللي فوق اللي عملنا له دوبليكيت من شوية، هنفتحه وهنروح على قائمة فلتر وهننزل على other وهنختار هاي باس، وهنا هنظبط نسبة الحدة زي ما احنا عايزين، وبعدها هنضغط اوكي. انا شايف النسبة دي كويسة فهضغط اوكي، وهنيجي نعمل اللاير من هنا linear light. ودي الطريقة اللي أنا كنت بستخدمها في ريتاتش على الصور بتاعتي، ولو محتاجين أي حاجة مني اطلبوها مني في الكومنتات، ونتقابل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. سلام.